قبل 1500 عام تقريبا كان واحد الشاب من قبيلة الأزد سميتو الشنفري الأزدي. هذا الراجل ماشي عادي، كان صعلوك، يعني ما تابع لا قبيلة لا قوانين لا سلطة. الشنفري تزاد يتيم وتربى في وسط ظروف صعيبة، ومن صغره كان ما كيقبلش الظلم، تخاصم مع قبيلته وخرج يعيش حر في البراري، كيبات في الجبال، كيصاحب الذئاب والوحوش، وكيلقى قوته في الغارات على القوافل الظالمة. أشهر ما خلى قصيدته الشهيرة لامية العرب، قصيدة كتبها وهو هارب كيشكي فيها الغربة الجوع والوحدة، ولكن في نفس الوقت كيبان فيها الفخر والاعتزاز بالنفس. كان كيقول للناس: أنا صعلوك ولكن ما نركعش لشي حد. الشنفري ماشي غير شاعر، كان محارب سريع بحال الريح، وكيقدروا يقول لك الناس أنه يسبق الخيل في الجري. الأسطورة كتحكي أنه واحد المرة طاردوه 50 فارس وما قدوش يلقاو عليه. شنو اللي خلاه خالد؟ ماشي غير قصيدته، ولكن الرسالة ديالو: التمرد على القيود، البحث على الحرية والكرامة فوق من كل شيء. اليوم ملي كنهضروا على الحرية في الشعر العربي، الشنفرة كيجي الأول، شاعر الصعاليق اللي خلى التاريخ يكتبه كرمز ديال التمرد والحرية.